سنة 1974 ظهر جندي ياباني في غابة مهجورة لابس بدلته شايل سلاحه ومستعد يحارب، لكن الحقيقة إن الحرب كانت خلصت من 30 سنة وهو ما كانش عارف. اسمه هيرو أونادا، ضابط في الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية. سنة 1945 اليابان أعلنت الاستسلام، لكن هو كان مستخبي في جزيرة فلبينية مهجورة وما كانش مصدق إن الحرب خلصت. الجيش فضل يبعت له في منشورات ويقول له يا عم هيرو ارجع، الحرب خلصت، لكن هو كان فاكرها خدعة من العدو. فضل 30 سنة عايش في الغابة بيصطاد وعايش لوحده ومقتنع إنه بيحارب. الحكومة اليابانية بقى آخر ما زهقت راحت بعتله القائد بتاعه من أيام الحرب وقال له أنا بأمرك استسلم. وقتها بس هيرو سلم سلاحه وكان عمره 52 سنة. هيرو عاش 30 سنة في الغابة لأنه اختار إنه يصدق الأوامر اللي اتعلمها عن إنه يصدق إن العالم ممكن يتغير. وإحنا كمان ساعات بنختار إننا نفضل عايشين في أفكار قديمة في عقلنا حتى لو العالم حوالينا اتغير. قولولي في الكومنتات لو كنتوا مكان هيرو كنتوا هتصدقوا اللي اتربيتوا عليه ولا اللي الواقع بيقولوا قدامكم.